يعني ايه اي بي ادرس وليه لازم يكون لكل جهاز يونيك اي بي؟ يعني ايه اي بي ادرس؟ الانترنت شبكه كبيره جدا، واي جهاز جوه الشبكه دي لازم يكون ليه عنوان معين. العنوان ده بنقول عليه الاي بي ادرس. طب بيعمل ايه بقى الاي بي ده؟ الاي بي ده زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي قبل كده انه بيشتغل على النتورك لاير، واي داتا ماشيه في الانترنت لازم تبقى شايله حاجه من اتنين، يا اما سورس اي بي يا اما ديستنيشن اي بي. ده كل ده علشان الراوتر تعرف توجه الداتا ده بالطريقه الصح. طيب ليه الاي بي ده بقى لازم يكون مختلف؟ الاي بي لازم يكون يونيك، يعني لو جهازين اخدوا نفس العنوان الداتا بيحصل لها حاجه من اتنين، يا اما الداتا دي بتتلخبط يا اما الشبكه كلها بتبقى غير مستقره، وده بنسميه عندنا حاجه اسمها اي بي كونفليكت. معلومه مهمه جدا بقى، معظم الاجهزه بتاخد اي بي بشكل تلقائي، وده بيكون عن طريق حاجه اسمها دي اتش سي بي سيرفر، وكل وظيفته ان هو بيمنع التكرار وبيخلي الشبكه تشتغل بشكل سلس، وده ان شاء الله هنتكلم عنه مستقبلا. والاي بي ده ممكن يكون ستاتيك وممكن يكون دايناميك، وده بيختلف حسب الشبكه اللي عندنا وحسب طبيعه الاستخدام. الاي بي ادرس هو هويه الجهاز جوه الشبكه، يعني عامل بالظبط زي بطاقه الرقم القومي بتعرف كل انسان وكل شخص جوه مصر مثلا، ومن غيره الانترنت مش هيقدر ان هو يشتغل.